يا مرحب بيكم. كلمتين عايزة أوصلهم للست المذيعة ياسمين عز. بصي يا ست ياسمين، انتي طلعتي قرارات كتير قوي واحنا سكتنا لك بصراحة. يعني الراجل يدوس على الفساتين الماركات، قلنا يا ست انت عندك ماركات عادي يدوس عليهم براحته. مش هو اللي شاريهم بفلوسه، وانتي موافقة براحته. يدوس على السجاد براحته، مع انها عفانة اساسا، يعني ان هو يمشي بالجزمة على السجاد اللي بينزل بيه الشارع ويتحرك ويروح يجي يعدي على السجاد ويدوس. فدي براحته. ما ياخدش كياسة الزبالة. قلنا ماشي، انت مش عايزة تديله كيس الزبالة يا ستي براحتك، ما تدخليش في حياتنا. الاخت تعمل لاخوها، قلنا دي محبة. نعمل لاخواتنا عادي مع انه مش فرض، بس محبة. انا اخويا طلب منه حاجة اعمل له يعني من عينيا الاتنين، وهو كمان بيعمل لي من عيني الاتنين، وما عندناش مشكلة. احنا اهالينا خلفونا عشان نبقى سند لبعض ونسند بعض، بس ده كله في حدود الاحترام. انما ايه حتة ان هو يبقى قاعد في البيت استاذ يفتح التلفزيون يتفرج، والست تنزل المدرسة تعمل لانش بوكس وتجيب من المدرسة وتذاكر العيال وتودي دروس وتمارين وهو قاعد يرتاح؟ هو شغال بطاقة واحنا شغالين ببطارية ريموت مثلا ولا ايه؟ يعني هو شغال بالطاقة، وهو عنده طاقة وانرجي بتخلص في وقت معين عشان جسمه وكده، واحنا شغالين ببطارية ريموت لما بتخلص بتترمي ونجيب غيرها. ما احنا كمان عندنا طاقة بتخلص. انت يا ست ربنا مديكي طاقة قوية وانت هيرو سوبر هيرو مثلا. يعني خلي آرائك لنفسك، خلي كلامك، يعني انت نفذيه لنفسك. انت ليه بتقولي لنا آرائك الجميلة المميزة اللي احنا مش عايزين نسمعها؟ احنا مش عايزين نعرف آرائك اصلا. يعني آرائك لا تمثلنا بذرة. بصي يا ست ياسمين، انا عايزه افهمك حاجه. البيوت المصريه كل بيت ليه اساس، وكل بيت ليه قرارات، وكل بيت ليه وضع خاص. ما ينفعش نجيب كام بيت كده ونقول لهم انتوا هتمشوا بالوضع ده، وكام بيت انتوا هتمشوا بالوضع ده. مش هنحط لهم اوضاع وقوانين يمشوا عليها. كل واحد ومراته ممشيين حياتهم بالطريقه اللي تناسبهم وتناسب ظروفهم. هما مرتاحين كده، هما مش مستنين رايك. انت ليه بتقولي اراء؟ يعني انت ارائك هدامه فعلا. انت بتقومي الرجاله على الستات اكتر ما هي قايمه. يعني انت بتقوميهم وتقويهم على الستات وعلى ضعف الستات اكتر ما هي مستقويه. ده الا من رحم ربي، من رجاله كتير محترمه. فيا ست ياسمين، خلي ارائك لنفسك يا بابا، ما تطلعيش تقوليها لنا. انا وجوزي بنمشي بيتنا بالطريقه اللي تناسبنا، على حسب فكرنا ووضعنا والوضع المناسب لينا. ما تطلعيش انت بقرارات ملهاش اي 30 لازمه في الحياه وتمشيها وتنفذ وتقولي لنا ننفذها. لا، احنا مش عايزين ننفذ اراء. انا عارفه ايه اللي يناسب بيتي، جوزي عارف ايه اللي يناسب بيته. نفس النظام اي زوجين تانيين عارفين ايه اللي يناسبهم. مش مستنيين حد يقول لهم، لا مستنيينك ولا مستنيين رضوى، مع ان رضوى بطلت تتكلم عن المتجوزين اصلا عشان الانتقادات اللي كانت بتحصل لها زمان، وموقفه خالص موضوع الكلام عن الحياه الزوجيه. ولما بتتكلم بكل صدق، لان انا متابعه حاجه زي دي، وعمري ما شفتها بتقول راي هدام، الا اذا كان في حالات الارتباط اللي لسه ما دخلوش في الجد، لسه على البر. تمام، وارائها كلها صحيحه 100%. انما انت تيجي تقومي الدنيا على بعضها وتشعلليها عشان تاخدي الترند على قفا الستات. لا يا بابا، مش هنسمح لك، مش هنسمح لك تطلعي بالترند ده. اه، ارائك كلها ظهرت للناس، بس ظهرت واحنا مش حابينها، واحنا بننتقدها زي ما انت بتنتقدي كده تصرفاتنا. احنا بننتقد ارائك. ارائك مش مناسبه، مش مناسبه لوضعنا الحالي، مش مناسبه لحياتنا ولا لعيشتنا. فيا ست ياسمين، خلي ارائك لنفسك لو سمحتي، عشان احنا مش هننفذها. وانت كده بتتكلمي وبتقولي اراء في الهوا، محدش ماشي بيها. ماشي يا ماما، ماشي يا حلوه، ومع السلامه.